نقل بالأحرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس للعلاج بعد إصابته بوعكة صحية. وأعلن رئيس الوزراء عبد الملك سلال أن الوضع الصحي لبوتفليقة ليس بالخطير على الإطلاق. من جهتها قالت وكالة الأنباء الجزائرية أن العارض الصحي الذي أصاب الرئيس يتمثل بسكتة دماغية بسيطة ولن يكون لها أي آثار لاحقا. فيما اعتبر رئيس نقابة الصحفيين الجزائريين سابقا عبد النور بوخمم أن الهدف من إعلان الخبر عبر وسائل الإعلان والإعلام الرسمية في الجزائر هو منع إثارة الشائعات والتأويلات قبل الانتخابات مع غياب الرئيس عن الساحة في ظل وجود مناسبات تتطلب ظهوره. السلطة الحاكمة دأبت طوال السنوات الماضية على التكتم الشديد على الحالة الصحية للرئيس، الذي كلنا كان يعرف أنه كان في حالة صحية ليست جيدة، لكن هذه المرة أعتقد أنهم كانوا مضطرين لذلك. الرئيس كان على موعد بعد يومين أو 3 أيام مع تسليم كأس الدوري في الدوري الجزائري للمتفوق بعد يومين أو 3، وهذه مناسبة كان دائما رؤساء الجمهورية المتعاقبين حريصون على الحضور فيها. غيابه كان أكيد سيفتح بابا للتأويلات والشائعات، هذا من جهة. من جهة أخرى ظهر في آخر ظهور علني له الرئيس في جنازة الرئيس السابق علي كافي، ظهر الرئيس الحالي بوتفليقة يمشي بخطوات متثاقلة في وضع صحي متدهور. أعتقد أن كل المؤشرات كانت تدل أن صحة الرئيس ليست جيدة على مسافة 10 أشهر أو أقل من الانتخابات الرئاسية القادمة.